The doors on the left side will open. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد من محطة طوكيو. محطة طوكيو واحد من أشهر المحطات في اليابان. اليوم باخذكم جولة في هذه المحطة ونتعرف على الأجواء والأشياء الذي بيعملوها في شهر 12 وبداية الشتاء وأيضا الكريسماس. خليكم مع الفيديو ويلا نبدأ. هذه البوابة بنخرج منها ونشوف كيف الأجواء خارج. يلا الآن بنخرج ونوريكم كيف الأجواء من محطة طوكيو. شوفوا زي ما نعملها كذا. شوفوا كيف هذا هو الديزاين حق محطة طوكيو اللي هي القبة نفس حق الجامع. التصميم المعماري الغربي. هذا المكان حق التذاكر اللي تقطع تذاكر أو تستفسر عن التذكرة حقك أو أي شيء استفسارات عن التذاكر حق القطارات في شينكانسن تجي له هذا الكاونتر أو هذا المكان. في اليابان كيف شوفوا كيف هم منظمين الآن. بيمشوا علشان يدخلوا لداخل المحطة بس بيمشوا قطار واحد ومرتبين ما يشكلوش زحمة. هلا هم الطلاب حق المدارس في اليابان فبيجوا كميات كبيرة لكن ما بيخلوهمش انهم يعملوا زحمة ويشكلوا زحمة على الناس المواطنين او السياح، فبيتبعوا انهم يمشوا على طول. شوف الآن بيدخلوا من خلف الحاجز حق القطار، يعني تقدر انك تشوفهم الآن يعني ما بيضغطوش زي ما بنضغط يعني يدخلوا بالتذاكر. هذا يدخل على طول لا، فيخرجوا من الجهة الأخرى. شوفوا هذا هي المحطة وهذا الديزاين حق محطة طوكيو بس بالخارج بتكون تصميمها رهيب. فندق طوكيو ستيشن، الفندق حق المحطة، يعني يوجد فندق داخل محطة طوكيو. أنا خارج من المحطة وبيعملوا صيانة والرجال هذا واقف هنا علشان يمنع الناس من الوقوع في هذه الحفرة. يعني شوفوا الأمان والحرص حرص شديد. وهكذا الآن نخرج من المحطة. المحطة لها ديزاين مختلف تماما. الله، الجو هذه الأيام جو يعني معتدل، بداية الشتاء بس لا هو يعني برد كثير ولا برد قليل. هذه هي محطة طوكيو. بتشوفوا التصميم الجميل المعماري. هذا هو بوابة الفندق. الله، والأجواء الخرافية. محطة يعني جميلة ومرتبة، تضم العديد من خطوط القطارات اليابانية منها الشينكانسن اللي هو اللي يعتبر القطار السريع أو قطار الطلقة. المحطة جميلة ما بلا شك، لكن مع الآن فصل الشتاء فالأشجار هناك مختلفة اختلاف تماما. نشوف الوان الاشجار واللون البرتقالي الجميل الذي يعكس لوحة فنية جميلة. هذا هو المكان الرئيسي للمحطة. الآن الاشجار كيف بتكون الوانها، وعد في داخل هناك الاشجار بتكون جميلة جدا. بصراحة مهتمين اهتمام غير طبيعي بالاشكال الاشجار بالالوان الجميلة. خليكم معي بس 1 2 3. واو، هذه هي قدام محطة طوكيو. في بداية شهر 12 بتبدأ هذه الألوان. عادة ما بيكون هذا المكان اللي أنا فيه الآن الذي يتزوجوا أو قادمين على عرس ويريدوا يتصوروا صور تذكارية للزواج بيجوا لهذا المكان ويتصوروا. العديد من السياح يأتوا إلى محطة طوكيو، فمنهم من بيلتقط الصور، منهم من بيجي يزور المكان هذا ويزور حديقة الإمبراطور الياباني. طبعا هو مسموح تدخل إلى داخل الحديقة. هذا المكان أو الحديقة هذه كلها مشجرة بهذه الأشجار. في امتداد الحديقة والخط تماما كله ملان أشجار وملونة بشكل جميل قدام الحديقة حق بيت الإمبراطور الياباني. كمان ايضا القلعه حق البيت الامبراطور الياباني بحط لكم كيفي هنا في الرابط. هذا تحيط على القلعه كامل نهر، يعني ما تقدر انك تدخل، ما يقدر يدخل شخص غريب الا من البوابات المحدده في هذه الاماكن. شوفوا كيف هذا هي الان بوابه البيت الامبراطور الياباني. أول حاجة بتكلم الأشخاص الذي حابين يزوروا محطة طوكيو. في محطة طوكيو محطة جميلة جدا، تقدر إنك تستمتع بالأجواء وأيضا تزور بيت الإمبراطور الياباني. يعني بيكون يوم كامل، إذا جيت من الصباح حتى الليل
بتذهب إلى محطة طوكيو وتدخل إلى داخل بيت يعني الحديقة حق بيت الإمبراطور الياباني وتستمتع بالأجواء. وأيضا بتكون الأشجار وألوانها مختلفة تماما وجميلة. أنصحكم بزيارة محطة طوكيو، مكان جميل ما يتفوت أبدا. تم فتح محطة طوكيو في عام 1914، تعتبر من أهم المحطات المركزية في اليابان وفي طوكيو. اليابان تتميز بفصولها المختلفة الذي بكل فصل يكون فيه ألوان الأشجار مختلفة والطقس يتغير، تكون أجواءها جميلة بكل المقاييس. أنا أشكركم من أعماق قلبي لكل المتابعين، لكل المشتركين. القناة بدأت تتطور شوية، وإن شاء الله مستمرين بتغطية اليابان وبتغطية الأماكن السياحية للأشخاص الذي حابين يزوروا اليابان أو يريدوا يتعرفوا على اليابان. اليابان تتميز بالأمن والأمان بدرجة 100% يعني أو 90%. ثاني شيء نصيحة لأي شخص حاب يزور اليابان، اليابان بلد جميل وما تضيعش فيها. اعرف انك تخطط للرحلات حقك بس، لانه اذا جيت ومعك اجازة اسبوعين فضروري انك تهتم في الجدول حقك لانه بيضيع الوقت هنا سريع. وتحياتي لكم، نشوف الاجواء بالليل كيف بتكون في محطة طوكيو. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. في فصل الشتاء الشمس تغرب سريع وتشرق سريع في فصل الشتاء في اليابان، ولذلك سموها بلاد المشرق أو الشمس الذي لا تغرب أو مدري إيش المثل. بس لكن في فصل الشتاء النهار بيكون قصير. الآن الساعة 44 دقيقة، يعني راح نص اليوم هباء منثورا. قدام المحطة يعني الآن بدأوا فتحوا التزلج. أي شخص حاب إنه يتزلج يعني بالأطفال والناس الذي يحبوا التزلج يجون للمكان هذا زي ما بتشوفوا الآن أمام محطة طوكيو. الله الأجواء والله جميلة جدا، تستمتع بالإضاءة بالأجواء يعني روحانية بصراحة. تعالوا أوريكم أسعار السكي في محطة طوكيو. يلا، الأسعار تبدأ من 1800 للكبار اللي هم الكبار ب 1800 والطلاب ب 1500 يعني وبالإجازة يعني بتكون الأسعار في أيام السبت والأحد الأسعار مختلفة. في مول هناك تقدر انك تطلع له طالع، وفي حديقة مفتوحة تقدر انك تشاهد القطارات بشكل واضح، تشاهد القطارات السريعة. اذا اتاحت لي الفرصة بنقول لكم ولا بصور لكم بفيديو ثاني. انا الان طالع فوق محطة طوكيو في مكان تقدر انك تشاهد المحطة وتشاهد القطارات ايضا بشكل رهيب في بالقرب من محطة طوكيو. طبعا أنا الآن طالع في الحديقة كذا بارك مفتوح، تقدر انك تطلع وتشاهد محطة طوكيو من فوق، وايضا في الجهة الاخرى تقدر انك تشاهد القطارات. هذا انا الان هذه هي محطة طوكيو، هذيك المحطة وهذيك القطارات الموجودة في هذه المحطة. تقدر انك تشاهد القطارات بشكل رهيب وتلتقط بعض الصور وتشاهد بشكل خرافي في محطة طوكيو. شوفوا الآن هذا هو قطار الشينكانسن، القطار السريع الذي يعني شيء مختلف تماما. أين هم اليابانيين؟ بتشوفوا على المباني، بتشوفوا القطارات، بتشوفوا سكك الحديد. الآن خلفي الكريسماس ماركت اللي يعملوها الكريسماس ماركت، يعني يبيعوا بعض الأشياء حق الكريسماس والهذا. خلونا ندخل لداخل نشوف كيف الأجواء هناك. يلا معنا.
موجودة هنا يصوروا علشان الماريو موجود هنا في محطة طوكيو، بالقرب من محطة طوكيو. تقدر انك تستمتع بالاجواء حق ماريو، تشيل لك دفتر، والدفتر هذا تروح تجمع لك ختومات في اماكن موجود فيها الماريو، وربما تربح يعني شيء او جائزة. هكذا اليابانيين بيحتفلوا بالكريسماس، بيولعين الاشجار، مولعين الاماكن كلها. الشارع هذا كامل مضيء مولع باللمبات من بداية الشارع لاخره. ان العرسان في كل مكان، والله الشارع كله اللي المتزوجين متصوروا في كل مكان. اما رحت امتداد الشارع الثاني والشارع هذا كله مزوجين بيتصوروا. لكن داخل المكان هنا في المول هذا حديقة، خلونا ندخل نشوف كيف هذا المول. في حديقة موجودة بس حديقة مختلفة، خلونا ندخل نشوف. الصراحة الأمور فنانة بشكل جميل. شوفوا كيف المحلات والأجواء في محطة طوكيو راقي يعني من الأشياء الجميلة. هذا بتشوفوا كيف ماريو والأشجار حقها والأجواء لطيفة، كأنك في لعبة داخل لعبة أنا والله كأنك داخل لعبة ماريو. يعني بتشوف الآن الأماكن هذه كأنك عايش دور الماريو نفسه. يعني شوفوا كيف هذا داخل مول. تشوفوا الأشجار، بتشوفوا الماء قلت لكم اليابانيين هلا غريبين، يعني مهتمين بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة. والآن خلفي هذا في زي الطير موجود هناك. هذا اللمبات الذي بتضيء حوالي هذا الأشجار كلها، هذا المولات والمحلات الموجودة في هذه الأماكن بتكون برندات حتى عالمية، بيعملوا على أنهم يضيئوا هذا الشارع لكي أن الزبائن يجوا ويتسوقوا ويدخلوا إلى المحلات حقهم. يعني شوف كيف مخططين علشان أن الأجواء باردة، فلذلك يعملوا من هذا الإضاءات واللمبات الجميلة التي تجيب منظر مختلف لكي الناس يستطيعوا أنهم يجوا ويعيشوا الأجواء بشكل أفضل. إذا وصل إلى ختام هذا الفيديو أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وشكرا لكم على المشاهدة. أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، وانتظروني في فيديوهات قادمة من طوكيو. أهم شيء لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، وانتظروني في فيديوهات قادمة من طوكيو. أشوفكم في فيديو لاحق، إلى اللقاء. يلا بنرجع من البوابة نفسها، يعني البوابة اللي دخلت أنا منها. واه كيف الجو جميل الآن بتكون زحمة القطار زحمة، إيش نعمل، هكذا هي الحياة في اليابان. شوفوا كيف دخلت القطار بسريع. الرصيف رقم 4 داخل المحطة هذا كأنك داخل مطار دولي، ما أنت داخل محطة قطار. كمية الناس الموجودة يعني ذا الحين أنا في المحطة هذا في الرصيف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، كلهن يعني مختلف القطارات. في القطارات الداخلية والقطارات السريعة والقطارات العادية. يعني مثل هذا القطار يدور داخل طوكيو. أول حاجة تنتظر أنت بالبوابة لما يخرجوا الناس اللي داخل أول شيء، وبعدين تدخل. هكذا نظام القطارات في اليابان. يعني تنتظر في الخط هذا الخط، تنتظر للقطار لما يخرجوا الناس كلهم، وبعدين تدخل. ممنوع الإزعاج وممنوع الكلام يعني، وممنوع الاتصال.